علاج الضوجة بهذا البرد زين، غرفة ظلمة وتتفرج على فيلم رومانسي وتجيبه الأسود وتحطه بحلقك. في اليوم راح نحكي عن احمد نرجسي. ما بعرف ليش هيك يا رجل، انا غسلت ايدي من كل واحد اسمه احمد، حتى عندي اخ اسمه احمد. يس، انا عندي اخ اسمه أحمد. تمام، عندي كتير اخوات، انا عندي الزيني تشكيلي يا رجل، مو اخوات. الحمد لله. صلى على النبي يا شباب، خلونا نكسب الصلاة على النبي اول الفيديو. حطوا لايك وخلونا نفوت على موضوعنا. مثل ما شفتوا اول الفيديو، يعني هو شو عم بيقول، شو بده يعني. والله انا استحي وانت تستحي وفي واحد بيخرط الشارع بيستحي. يعني كلنا بنستحي، مجموعة بنستحي كلنا هيك مع بعض. انت حطيت لايك ولا بعدك؟ بس خلص يلا نفوت نستمتع ونطلع. حط لايك يا رجل. والفيديو اللي مضى يا رجل ما حد دعمني فيه 32 مشاهدة. والله انا كيف والله عم بدعمكم هيك فيديوهات كل يومين ثلاثة فيديو. يلا ليش حسيت حالي هيك يا اخوان؟ المهم يا شباب، هذا الشاب عراقي الجنسية. اوكي تمام، انا حابب اوجه على موضوع واحد. يعني اللي ما يعرف ان عراق اللي هي بغداد اللي هي الموصل اللي هي كثير 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 انا بحب الشعب العراقي. شوف، مو اكثر شعب بيتابعني الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي من اكثر شعوب مثقفه قديما. انتبه، حاليا بالوقت الحالي والله شوف، لا تزعلوا مني اهل العراق، ولكن عندكم كثير تخلف صار. يعني منها انك تعمل مذهب الشيعة، تعمل علي رب العالمين والعياذ بالله، منها ان ينتشر الشواذ ولكن بالخفاء وبالعلن. انتبه، يعني في عندي منشور على الانستغرام انا حافظه، بس عليه 14 مليون كومنت على الانستغرام. تعرف شو يعني 14 مليون كومنت؟ انت متخيل الرقم؟ اكيد طلعت لك صورة على الشاشة معني مني طب يلا حاضر يا فاهم. 14 مليون كومنت على صورة يا اخوان، شيء معجزة. او اكثر كمان، يمكن وصل 15 مليون. انا مسجل هذا الفيديو. حلو، 3/4 عراقية. تمام، كنت بدي اعمل فيديو قبل فترة عن ناس بتجيني على الخاص. انا عندي حساب بنت حلو في متابعين وهيك حركات، ناس بتجيني على الخاص بتعويلي. كنت ناوي احكي عن هذا الموضوع بس لا كنسلته، حسيت الفكرة يعني فاهم. فيا اخوان، هذا الشاب بيحكي قصص، بينشر اغاني، بيحكي مواقف صارت له، بيحكي اشعار. ريته يرحص هالاشعار تبعه، اشعار الهوية طبعا. ما بعرف ليش هيك حسيت حالي علاوي يا اخي. المهم شباب، يعني هلا شفنا هيداك الفيديو، بس انا في فيديو بدي افرجيكم اياه وهو عم ياكله للشاورما. انتبه، انا ما قلت شيء، هو قال انا نفسي اكله للشاورما. يعني خلي نيتك صافية عزيزي المشاهد. يعني اشتركوا بالقناة، خلونا نوصل 2000 متابع. يعني ان شاء الله هيك يصير عندي متابعات ومتابعين، ولكن متابعات نسوان هيك بيضل عندهم عطف، بيضلوا بيزوروك. كيفك، كيف القناة معك؟ والله في بنت الله يسعدها، ما بعرف هي من تونس او من المغرب، المهم او يمنية ما بعرف، كل فترة بتعلق لي. يمكن هي اللي اصلا يمكن لحد الان انا مستمر من وراها. ماني خاروف، والله ماني خاروف يا شباب، بس خلوني افهم كل موقف. انا ماني خاروف، ولكن في تعليقات حلوة بتقول لي رب العالمين لا يحرمنا من صوتك يا اخي. هاتوا بوس هاتوا بوس. المهم شوفوا المقطع. شنو علاج هذا البرد؟ تجيبه الطلعة زين، هو وحار، تخليه بيدك، يجي تلزمه بيدك، وبعدين كله تفوته بحلقك. الشاورما مع زيادة ثومية. انا ذات نفسي مش عارف ايش بدي اقول لك يا اخوان. طيب اسمع، انت عامل فيلر بشفايفك حلو، الفيلر اللي هو البوتكس اللي هو مثل كاتشوك، يعني كاتشوك السياره، الدولاب السياره، فاهمين؟ بيحطوا له اياه بحلقه. خلص يعني يلا مشي، بس بدنا مصاري ونفخ لك خدودك ونفخ لي. لا يعني نافخ كثير اشياء انت، بس في شيء ما نفخه مزبوط. لا عيب. لا عيب عن جد، وقف شوي. اوكي تمام شباب، يعني شوف، انا ما عندي مشكلة انك شواذ او باللغة العربية الفصحى لوطي، ولكن مشكلتي معك يا عزيزي خلص خليه لك، فاهم؟ يعني انا مش مضطر اشوف هذا القرف انت اللي عم تعمله. انت شاب، طيب اليوم انت كشاب حلو، يعني ايش شعورك؟ اعوذ بالله، فطار اجيب الباب صار يزقزق حاله. يعني فاهمين ايش شعورك وانت جالس تعمل حركات شواذ وتحط لي بغني خانقني وكثير من الاغاني؟ بعدين شكلك بيخزي. انا مش ناوي اكسر بخاطرك، بس فعليا شكلك يعني عيونك كبار ومنخارك صغير. يا عمي انت لعبة بلياردو؟ لا ممكن يعني هيك طاقتين بلياردو ومنخار طويل. يا اخوان من كتر ما انا حاطط فيلر تمه حسيت اجري اللي محطوطه. يا اخوان حاجه الباب عم مسبب لي رعبي كمان كل شوي. بعرف الهواوي بس مو هيك، انا بخاف اصلا، فاهمين كيف؟ يعني انت انسان غريب. عم بتشوفوا انتوا فيديوهات او ما عم بتشوفوا؟ صح، حط لنا هذا الفيديو. علينا تحكر مع زعزعي
حاجة مواجهة أنا مني بحاجة لمسانة وهو علينا محطة أعصابي سكروا كل ثوابي كل ما تنفتح مسكانة أنا راسي عمره منحن وحمسي بعيونك مسكنة ما عاش يلا. يعني ايش عم تكبس لي بشفايفك، عم تحط لي غناية بيسان اسماعيل؟ الله يفضح عرضه بيسان اسماعيل من يوم طلعت وهي مسببت لنا مصايب. يا اخوان كفايه قاطعوا بيسان اسماعيل، حطوها مع المقاطعه يا رجل. اصلا هي هيك ما بتصلي. يعني انا عندي والله مجهز لك يا في بيسان فيديو، بس خلينا انشهر شوي حتى هيك تطلع على العلن كامله، العالم كلها تطلع يا بنت المهم فاهمين؟ يعني قاطعوها مع هالمقاطعه، قاطعوا اغانيها. اصلا الاغاني لازم نقاطعها. والله يا شباب لو تعرف ايش اسم الاغاني عليك كمسلم انت وكسني انتبه، والشيعة كمان لكم فيديو بس اصبروا شوي. طبعا مو الشيعة كلهم، الشيعة اللي انتم تعرفوهم، يعني اللي يسبوا عمر ورب العالمين وعائشة ويسبوا الدين كامل. يعني هم عملوا تحديد الكل، عملوا ملفات هيك تحديد الكل ويلا. المهم يا اخوان عارفين كيف؟ يعني والله مجهز للفيديوهات هدول الاثنين بيسان اسماعيل والشيعة اللي نحن عارفين، مو الكل طبعا. حلو فشفتوا انتم، اعطوني رايكم بالموضوع. والتعليق واليوتيوب عم بيحظر قناتي كتير يعني اخر فتره، ما عم بيرضى اني اطلع الفيديوهات، مع اني ما عم بحكي عن القضيه البطيخيه. ما فيني اقول عرفتوا انه البطيخيه الالوان اللي بقلب البطيخ وحركات، ما انتم فاهمين علي، فاهمين؟ ما فيني احكي عن، يعني انا ما حكيت عنها وعم ينحظرني. طبعا انا الي الفخر احكي عنها، ولكن والله في كتير ناس مأدي بالواجب او فعلا حظرت قناته كتير، انحظر مو خايف على قناتي انتبه. لكن صراحه يعني كيف اقول لك اياها، يعني انا ما اعرف ايش احكي عن اخواننا في البطيخه، فاهمين كيف؟ يعني ايش راح احكي انا؟ طيب ايش راح ارجع اقول لك الكلام اللي يقولوه الناس؟ ما راح تستفيد شيء مني، ما راح تحضر المقطع تبعي. في كتير فيديوهات انا نزلتها وبعدي في ناس نزلتها كتير، ولكن الناس اللي نزلتها بعدي وبنفس العنوان وبنفس التقائب كامله جابت مشاهدات وانا لا. ولكن نقول الحمد لله وصلوا على النبي يا شباب، ويلا بيس.